وعطيتكم 42 ما قمتيوش بالواجب كما ينبغي في 2003. ما غنزيدكمش بزاف، ردوا البال، انتبهنا. وقرر الحزب باش يدير الاختيار الديمقراطي اللي كان كيأكد عليه السي عبد الله باها رحمه الله، اللي كان كيجي معايا كل مره تجي لهنايا، واللي شاءت الأقدار أن يغادرنا إلى دار البقاء، ولا بد من المغادرة إلى دار البقاء. ومرجعيتنا أيها الإخوة تنبني على أننا راحلون إلى دار البقاء، وأنه إذا عملنا شي حاجة هنايا الجزاء عليها عند الله ماشي في الدنيا. علاش كتسمعوا باللي الناس ديال العدالة والتنمية يديهم نظيفة؟ كتعتقدوا لو كانوا كيمسوا المال ديال الشأن العام ما غيوصلكمش الخبار؟ عرفتيوا الناس ديال العدالة والتنمية إلا كانوا الآخرين محظيين بواحد، العدالة والتنمية محظية ب10، ولا كانوا الآخرين محظيين بلامبا، العدالة والتنمية محظية بعشرات البروجيكتورات. غير طمأنوا. وحنا كنقولوا لهذوك اللي حاضينا زيدوا حضيو، زيدوا حضيو، زيدوا حضيو، لأنه النهار اللي يوليو ديالنا كيمسوا المال العام، هذاك النهار غيكون جا الوقت باش نخرجوا من السياسة ونحلوا هذا الحزب ونتهنوا منه. خليوني نكمل لكم القصة. رانا اليوم جاي عوال نتذكر انا وياكم بخاطري. انتم عزاز عليا وتانا وقيل عز عليكم ولا لا؟ انا نقول لكم اخوتي والله العظيم، والله العظيم أنا كنشعر بالخطر على الحياة ديالي، ولكن تنقول والله هذا الشعب حتى كيستحق الإنسان يموت من أجله في سبيل الله. واليوم أنا فرحان، اليوم أنا فرحان. كنقول واخا يوقع اللي وقع، مادام هذا الشعب فهم وشاف وعرف ولادو اللي كيبغيوه وعطاهم المسؤوليه والامانه، الى عشنا غنعيشوا جميع ونستافدوا من هذا الشيء ونفرحوا به. الى مت كاين الحمد لله شباب وشباب غيستمروا في المسيره، لانه انا ما بغيتش قبيله السي دا عمر يقول باللي حنايا غنتنافسوا مع طنجة خوتنا. حنا بغينا نتنافسوا مع المدن الإسبانية ومع المدن الأوروبية.